خايفين، واللي بيظن إن المسالك موجودين بس في الجنينة وعندهم سلطنة هناك، ويوي كذب، ويوي كذب. نحن موجودين في خندق قافلينها من غرب السودان مع فرقنا بجاي البجا، تاكلين في الشرق، تاكلين في الشرق مع الحزام بتاعت الحرب الموجود في الدولة اللي اسمها السودانية، وشاركنا في أي وار كان في الدولة دي من أجل بلد اسم السودان ويستقل وتبقى دولة محترمة. ما عندنا طموح بتاع إنه نقعد في السلطة ونبقى وزراء، نفع. عندنا طموح إنه الإنسان الموجود في الجغرافيا دي any person especially the black man you can be free and live long in this country. دول من اللي عايزيننا عشان كده قاعدين نقدم الشهداء بالأرطال يا شباب. ما الموضوع بتاع صدامنا فرنسيين وقانا جيلاني ما عارف القصص دي. نفع دواس مع الحكومة دي لأنه ببساطة دي حكومة قاعدة تذل الشعب السوداني، دي حكومة خاطة عندها انديكيتر محدد ومقياس معين، ودي حكومة قاعدة تظن البلد دي بس فيها عرب، قاعدة تظن إنه البلد دي فيها عرب وجست، ما عدا العرب هم يا عبيد يا ناس درجة ثانية يا كلام فارغ. ودي الكلام اللي قاعد يقوله بالشكل الواضح جهاز الأمن لما يقبضك دايرين تحكموا البلد دي، ما بنخليكم تحكموها، وما عارف نحن أسيادكم. أين السيد ما مضطر يقول أنا السيد ما مضطر، لكن الزول اللي بيعاني من العقد النفسية وحالات الانتقاص دائما بيحاول يوجد له عدو عشان يقهره، عشان يأكد إنه هو سيد ويكون يقتل يعادل في خلل النفس اللي قاعد يعيشه. أقول لكم أخطر كلام، السودان اللي بنعرفه نحن ما فيها عرب، مش الموجود ده موجودنا فيه نفع. مسألة النقاء العرقي مسألة ضهضتها المعرفة والتجارب الإنسانية، دي نكتة انتهينا منها. النكتة الثانية إنه كل الهجرات التمت إلى دولة السودان واللي ارتبطت بهجرة الدخول الإسلام مع حركة التجارة عند العرب في الجزيرة العربية وغيرها، جات هجرات بتاع الذكور. إذن حصلت عملية بتاع التزاوج مع أنثى أفريقية أصيلة قاطنة في جغرافيا السودان، ودي جزء من أخلاقياتنا. نحن بنرحب بأي زول من يحترم نفسه ويجي كبشر. أو حصلت حالة بتاعت استنساخ غريب. والحالة الثانية دي تحتاج لمعجزة عشان نقدر نفهمها. الحالة الحقيقية إنه حصل عملية التزاوج وتشكلت المجموعات العربية، شئنا أم أبينا الشمالية أرض بتاع مجموعة بتنتمي للحقل الثقافي الأفريقي. الجزيرة كل الدراسات الأثرية وغيرها قاعد تقول إن أرض بتاعت شلوك في سر وشفرة مربوطة من النوبيين، لا مما تمشي الوسط الأفريقي. كلنا بنحب الأكلات العفنة يا شباب، كلنا بنحب الأكلات العفنة، العدويو والميريس والكجيك والملوحة والكول والأكلات دي كلها. أي زول موجود في الجغرافيا دي ما قاعد يحب الأكلات دي، اللي يراجع نفسه. أنا بنقول الكلام ده لأنه ما جاي من عبط، نفع. دي ثقافتنا الغذائية عاملة كده. أي زول دخل السودان أجبرناه إنه يطلع في حتة اسمها الدرة عشان ياكلوا مع بعض. القيم العليا والقيم السامية اللي بينادوا عنها الناس الأيامات دي ومتكيفين عنها ومتكيفين منها تماما، وبيتكلم عنها باعتبار انه هو منتوج غربي كحقيقه معاشه اشتكلت في افريقيا. كل قوانين التسامح ومعطيات التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي ما محتاجين زول يجي يأهلنا، لانه نحن ما مرضى. مشاريع المعالجات دي مفترض نشوف الناس العيانين منه وعندهم عقدة انهم هم اسياد يجب ان يعالجوا. بالحقيقه قاعد نقول الكلام ده واضحين فيه ولا قاعد ندس. دايرين نقول كلام محدد. المؤتمر الوطني حاول يحقق جزء من الحاجات اللي فشلوا فيها باقي الحكومات اللي مرت في تجربتنا السياسيه. في كم محطه حاولوا يختبروا قبيله المساريد من ايام ما كانوا بيجيبوا الناس ويبايعوا النظام ويعملوا تمام، مرورا ببعض القوانين اللي هي جزء من شكل بتاع تصفيه او اباده ممنهجه. المساله بتاعت المستوطنين الجدد في دارفور عموما
محاولات جاده من اقتلاع اراضي المساليد في الشرق. على فكره دار انبه لنقطه عشان ديل ما يتلولوا ويقولوا الشرق ده ما كنتوا قاعدين فيها ما نو 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 اين احنا كوشيين جادين والله. احنا كوشيين.